ازيكم؟ تعالوا بينا نكمل الحدوتة. وكان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. البنوتة زي ما قلنا لما بدأت تتعلم وتتشطر كان لسه برضو في المقارنة. امتى بدأت تفهم إنها مش هينفع تقارن نفسها بحد تاني؟ هي ليها اسم، والاسم ده له صفاته وله قيمه وله حياته. ما ينفعش أبدا أكون اسمي فلانة وعلانة وترتانة. هو أنا اسمي حاجة واحدة بس، يعني أنا شخص واحد بس، يعني جوايا شيء فريد خاص بيا لوحدي بس. يعني لو في 10 بيضحكوا و10 بيطبطبوا، طبطبة كل واحد هتبقى غير التاني، ضحكة كل واحد غير التاني، لأن بصمة صبع كل واحد غير التاني. أول ما ابتدت تعرف ده بدأ فعلا التأثير الحقيقي يحصل. بدأوا اللي كانوا مسميينها دراما كوين، وبدأوا اللي كانوا مسميينها انتي اوفر بدأوا يقولوا لها احنا فخورين بيكي. بدأوا أعز الناس على قلبها ولادها حبايبها رجالة كبار شايفين يعني ايه الست ممكن تتغير كده. بعد ما كان فيه معتقد ان البنات مش سهل يتغيروا، ان البنات دراما واوفر، ان قال انا فخور بيكي يا ماما، فخور بيكي انك قدرتي تعملي ده. يا ترى في حد تاني من الستات يقدر يعمل ده؟ ساعتها كان ردي وليه لا، اذا واحد قدر الباقي كمان ممكن يقدر. المهم ناخد قرار ان احنا ناخد بايد الطفلة اللي جوانا، البنوتة اللي ساعات بتبقى مش عارفة نفسها، مش فاهمة نفسها، البنوتة اللي اتهمت اللي حواليها ان هم مش فاهمينها، مش سامعينها، مش حاسينها، مش مقدرينها. ناخد بايدها ونبدأ احنا نكتب ونرسم ونلون بقية حكايتها، لان البنوتة دي ملهاش حد غيرك، ولان ملهاش حد غيرك وانتي بس اللي هتفضلي معاها لحد اخر نفس في حياتكم، يبقى مهم انك تعرفي ازاي تفتحي ابوابها ويبقى في ايدك مفاتيحها علشان تقدري تكملي حياتك باتزان وبحب وبكل الود مع كل اللي حواليكي واولهم نفسك. وتعالوا نكمل حدوتتنا المرة اللي جاية.